السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أهلا وسهلا بكم في فكرة جديدة وشرح جديد على قناتكم، قناة هاند ميد ايجيبت. بس فضلا طبعا وليس أمرا، لو مكنتش مشترك في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بفيديوهاتنا أول ما تنزل أول بأول. النهاردة معانا فكرة جميلة جدا، هنعمل لوحة جداري أو تعلية الحائط يعني، برواز جميل جدا من شجر الورد. فكرتها جميلة جدا. كل اللي احنا محتاجين ورق اسمه ورق الكانسون، وهنحاول نرسم على ما نقدر، يعني نحاول نرسم الشجرة. طيب معرفناش نرسم الشجرة ديت، ممكن نجيب الباترون ده من على النت ونطبعه كده، نحفظه يعني ونحطه على فلاشة، وبعد كده نطبعه في اي سايبر في اي حتة، يعني اي مكان فيه برينتر، او عندنا في البيت لو فيه برينتر يعني. نطبعه كده ابيض واسود او الوان زي ما نحب، وبعد كده نحطه على الورق ده وبعدين نحدده. الورق ده يا جماعة ورق اسود، بيتباع في المكتبات. هنحدد كده الباترون، وانا هسيبهولكوا كمان في الشرح الباترون دوت لو حابب يعني تنفذه. اهو يا جماعة ممكن ناخده سكرين شوت، وبعد كده نحطه طبعا على فلاشة او تليفون، وانتوا عارفين هتعملوا ايه. بعد كده هنجيب قطعة كرتون مربعة عشان نعمل الاطار او نعمل برواز اللي احنا هنشتغل عليه، وبعد كده هنكسيه باي ورق بقى، خلفية يعني كده بيضة او رصاصي، بالورق طبعا او بالمشمع، اي حاجة عندنا ممكن نلزق عليها، نبقى نعملها يعني كترب اطار يعني للبرواز. ممكن نستعمل بدل الكرتون دوت ممكن نستعمل الخشب اللي هو MDF. بعد كده هنجيب برضو قطعة تانية ورق كانسون 10 في 30 سنتي عشان نعمل بس الاطار بتاع البرواز. هنستعمل طبعا هنا الغيرة او الورنيش المائي، ده بيمسك كويس جدا يا جماعة في الورق، جميل جدا. هنبرم كده زي ما حضراتكم شايفين يعني، وبعد كده هنحطه كده على الاول على حرف الاطار يعني. زي ما انا قلت ان احنا ممكن كمان نعمله بالخشب لو مش عايزين، وعايزين مثلا نوفر كده ممكن نعمله مثلا بالكرتون، نعمل اطار كده برواز وبعد كده نحط عليه ينفع طبعا الفكرة دي طبعا كمشروع. ان شاء الله تبقى كويسة جدا ومربحة برضو. كل الافكار اللي احنا بنقدمها يا جماعة على القناة دي عبارة عن مشاريع، تنفع مشاريع يعني، ومربحة جدا ان شاء الله تكون مربحة جدا، بس لازم تتنفذ صح زي ما احنا قلنا في كل شرح. هنبتدي بعد كده نحط الغيرة كده وبعدين نلزق. ده الشكل يا جماعة، وده الباترون اللي انا قلت لكم عليه. هناخده برضه سكرين او بعد كده هنجيب ورقة تاني 5 في 5 سنتي، هنعمل بيها الوردة من نفس الورق برضه يا جماعة، الورق الكانسون. هنطبقها كده على 3، وبعد كده هنجنحها كده ايه بجنب واحد، وبعد كده هنشيل الزيادة اللي هي الابواز، وبعد كده هناخد دوران نص دايرة واحدة واحدة كده، ونجرب يا جماعة لحد ما تظبط معانا، وبعد كده نعمل بقى منها كميات. كده عملنا واحدة ونجرب عليها، وبعد كده نعمل كمان. هنشيل فردة واحدة بس نصها، والتانية هنشيلها خالص بحيث ان احنا نقفلها. هنحط طبقة غيرة وبعدين نقفلها، هتدينا شكل القمع، هتبقى مقفولة يعني الوردة اللي هي مقفولة. وبعد كده بالفلوماستر، قلم فلوماستر اسود، هنبتدي نخطط كده عشان نديها شكل مثلا ايه من جوه، وبعد كده بعصاية شيش طاووق او يعني بالمقص اي حاجة هنبتدي نتني بس الحروف عشان تديها شكل جمالي. وبعد كده خرز ذهبي مع نقطة طبعا غيرة، وهنثبتها من جوه او شمع. هنعمل بقى كميات كده لا بأس بيها يعني، كمية معقولة يعني. ياريت بس نكمل الفكرة يعني الشرح للآخر عشان فيه طبعا حركات وتكات كده لازم تفهموها خلال الشرح.
في كمان فكرة كمان بعد ديت، هي نفس يعني مقاربة ليها كده. هنبتدي بعد كده نرص بس بشكل ايه يعني، بشكل احترافي كده قبل ما نلزق. نشوف كده الشكل، وبعد كده نحط طبقة الشمع، وبعد كده نلزق عشان يطلع شكل جميل. قد ايه يا جماعة جميلة جدا وشيك جدا، وشكلها راقي 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 يعني. تتحط طبعا في الاوض، تتحط في اوضة الاطفال، في الانتريه، في اي مكان يعني. دي كانت الفكرة الاولانية. الفكرة التانية معانا هي طبقة مقاربة برضو جميلة جدا. هنجيب بقى قطعة كرتون والمردح نرسم عليها بدل الورق عشان تبقى مجسمة شوية. وبقلم فلوماستر كده هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرسم شجرة، نرسم برضو شجرة بس بشكل تاني. وانا برضو ان شاء الله سايب لكم الباترون في نفس الشرح، هتوقفوا الفيديو او ممكن تحملوه وبعد كده تاخدوا سكرين شوت زي ما انا قلت، وبعد كده تحطوه على فلاشة وتطبعوه، او تدوروا على الباترون ده على النت وتحفظوه لو انتوا عايزين برضو تعملوا له حفظ على الكمبيوتر او على التليفون، وبعد كده تروحوا السايبر او في اي مكان في برينتر وتطبعوه بالمقاسات طبعا اللي انتوا عايزينها. عايزين اللوحة كبيرة صغيرة زي ما انتوا عايزين. ده الباترون يا جماعة اللي قلتلكوا عليه اهو. ممكن نصوره وناخده سكرين. بعد كده بالمقص هنفرغ بقى قطعة الكرتون ديت لحد ما نطلع شكله كله. طبعا يفضل يكون المقص يكون حامي، ولو صغير مثلا على قدنا ماشي. متنساش يا جماعة بقى نشترك في القناة كده وندعم القناة عشان القناة تكبر بيكم. ان شاء الله في مشاريع تانية غير اللي احنا شرحناها، افكار جديدة ان شاء الله تكون السنة اللي جاية دي سنة سعيدة علينا كلنا. في افكار جميلة جدا ومشاريع غير المشاريع كمان اللي احنا شرحناها في القناة. يا ريت اللي ما شافهاش يخش يتفرج عليها، هيستفاد جدا 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 جدا. هنجيب هنا الوان اكليريك، اي الوان عندنا مائية. ممكن نجيب الالوان اللي هي السكيب اللي هي ب5 جنيه ونحط عليه ورنيش مائي، هيدينا الالوان الاكليريك وتوفر معانا. عندنا الوان في البيت ممكن نلون بيها، مفيش مشكلة. هنجيب اللون الاسود دوت ونبتدي ندهن الشجرة. طبعا الشكل دوت هيبقى معلق، هيبقى ليه علقات من ورا، وممكن يتعلق على الحيطة على طول. عايزين نحطوه في نفس الاطار اللي احنا عملناه في بداية الفيديو، مفيش مشكلة يعني. معاك دي ومعاك دي. هنجيب ورق برضو الكانسون 5 في 5، برضو نفس الفكرة، وهنبتدي نطبقها على 3. بعد كده هنجنحها شوية، هنسيب واحدة منها مفرودة، وبعد كده هنقطع بقى الجزء الزيادة ده. هي طبعا مش من اول مرة هتيجي معاكم يعني، اللي بيعرف يعملها غير اللي ما بيعرف يعني. هي مش من اول مرة يعني، اللي بيتعلم لازم يفهم الشرح مرة واتنين وتلاتة. بعد كده هنبتدي طبعا ناخد نص دايرة زي ما انا قلت، وبعد كده هنقطع جزء والجزء التاني نصه. هنشيل واحدة وبعد كده نقطع التانية نصها، بحيث ان احنا نقفل، نديها طبقة غيرة او ورنيش وبعدين نقفل عليه. الورنيش طبعا ده موجود زي ما انا قلت عند الموان. فلوماستر برضو كده، وهنبتدي نعكس بقى لون تاني احمر مع الروز مثلا، نشكل الالوان يعني. الالوان دي طبعا حسب ذوق حضراتكم زي ما انا قلت. فكرة يا جماعة بسيطة جدا ومش مكلفة، مش مكلفة خالص. ممكن نهدي بيها، نعملها مشروع زي ما انا قلت. ليكم حرية الاختيار. على فكرة تمشي مشروع جميل جدا. حاجات الهاند ميد دي يا جماعة بتتباع يعني، مش ده شغل يدوي. هنجيب بعد كده شمع، هنبتدي نحط طبعا طبقة شمعة صغيرة، وهنشوف الشكل اللي هو يعني نرسهم رصة كده احترافية. وهنبتدي بعد كده نلزق واحدة واحدة. دي فكرة يا جماعة، فكرتها بسيطة جدا وسهلة، وطبعا أي حد ممكن يعملها. وزي ما أنا قلت مفيش تكلفة، وهتربح من الهوا. إعادة تدوير، عبارة عن كرتون. يا رب تكون الأفكار اللي احنا بنقدمها تكون نالت إعجاب حضراتكم. ما تنسوش بقى تدعمونا زي ما أنا قلت بلايك وشير سبسكرايب، وياريت نشير الفيديو عشان في ناس بتحتاج مثلا ان هي تبقى عايزة تعمل مشاريع
محتاجة أفكار جديدة، محتاجة مثلا تزين بيتها وتدل على الخير طبعا كفاعله. يعني انت هتفيد وغيرك هيستفيد. لو حضرتك مش هتستفاد بالفكرة بس غيرك أكيد هيستفاد بيها. نشير الفيديو كده على الواتس، على أي مثلا صفحة. أي حد عايز يعني الفكرة ديت ممكن نديها له، بحيث إن احنا يعني يستفاد بيها. بعد كده هنبتدي نرص كده لغاية لما الأشكال كلها تتحط عندنا، يبقى كده احنا ملينا الفراغات. وده طبعا الشكل النهائي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. ما تنسوش طبعا زي ما انا قلت تدعمونا بلايك وشير سبسكرايب، اشتراك في القناة يعني، وتفيد وغيرك يستفيد. ونشوفكم في فكرة جديدة بقى وشرح جديد على قناتكم، قناة هاند ميد ايجيبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.